السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إكرام العيد في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان إعلام المغرب يصفع كتكوت والفطوطة وإعلام الفتنة. يمكن من يومين كان مباراة الأهلي وبيراميدز، وكنت أنا عادة ما بحبش أتكلم في بعض النتائج السلبية للنادي الأهلي، لكني كنت ناوي أتكلم في المباراة ده تحديدا لأني كنت شايف إن في بعض الاستفادات، رغم ان المباراة يعني هو كان فوز شيكابالي، باعتبار طبعا زي اهداف شيكابالا اللي هي ملهاش اي لازمه وفوز ملوش لازمه، لكنه للاسف كان يعني من بيراميدز فوز نتيجه سلبيه قصاد بيراميدز، وكمان كان كولر يستحق افضل من كده. يعني كان يستحق من اللعيبه انها تقاتل علشان يخرج بدوري بدون هزيمه. طبعا ده كان هيبقى في تاريخ كولر مش في تاريخ الاهلي تاريخه مليان بالدوريات بدون هزيمه، لكن للاسف اللعيبه ما قدروش يدوا الهديه دي لمارسيل كولر. مباراة يمكن بعد المباراة، رغم ان زي ما بقول ما بحبش اتكلم في بعد المباريات لما تكون نتائج سلبية للاهلي، لكني كنت هتكلم لان شايف فيه اكتر من مكسب بعد المباراة دي. لكن الغريب ان لقيت تقريبا كل اليوتيوبر الاهلاويه بيتكلموا في القصة دي، في مكاسب الاهلي بعد المباراة، عشان كده ما اتكلمتش في المباراة. المكاسب طبعا، يعني بما ان بقى هنرجع للمباراة تاني، فهي رغم ان الهزيمة ما كانتش ظريفة يعني، لكن المكاسب كان في أكتر من مكسب. أولها إن محمد عبد المنعم يعرف إن هو مدافع عادي، يعني ممكن يجيب جوان في نفسه زيه زي خالد عبد الفتاح ما جاب في المباراة اللي قبله. فهو ما هوش اللاعب السوبر، يعني هو في مدافعين كتير أكبر منه أفضل منه ولعبوا في الأهلي، سواء أحمد حجازي أو وائل جمعة او ابراهيم سعيد او حتى رامي ربيعه ايام ما كان رامي ربيعه يعني. لكن دول الاصابات، رامي ربيعه كان ممكن رامي ربيعه يبقى في حته تانية يعني. فهو لعيب عادي يعني، فيا ريت ينزل الارض يعني شويه ويعرف ان هو لعيب عادي جدا، ممكن يجيب جوان في نفسه ويلعب عادي بقى كمدافع يعني. ده كان اول مكسب يعني اتمنى ان يستفيد منها محمد عبد المنعم. تاني مكاسب كانت يمكن انا قلت فيديو ان بعد ماتش المقاولين مع الكولر الاهلي بمن حضر، لكن برضو لازم الاهلي يبقى الصف الثاني والصف الثالث بتاعه يقدر يكسب اي فريق تاني، خصوصا ان انت ما بتلعبش قصاد 11 لاعب بس، انت بتلعب قصاد تحكيم زي ما احنا شفناه في الموسمين اللي فاتوا، وقصاد لجنه، يعني لجنه الحكام طبعا، وقصاد اتحاد كوره. شايفين اتحاد الكوره عامل ازاي يعني بالاجهاد اللي بيعمله ليك، فانت بتلعب قصاد اتحاد الكوره وقصاد الحكام وقصاد الفرق التانية وقصاد اعلام طبعا. ما بيصدق ان هو يتصيد لك اي حاجه عشان يبدا يوقعك يعني. فلازم يبقى انت فارق عن اي حد تاني عشان تنطلق بعيد جدا وما يبقاش في منافسه خالص. وده مش هيتحقق غير لو عندك فريق جامد يعني. انا يمكن دايما بقول ان مفيش حكم يكسب فرقه، لكن لما بقى تلعب كل 3 ماتش وضغط من الاعلام وضغط جماهيري وضغط وضغط ضغط، فطبيعي ان انت ممكن تخسر مباريات. واعتقد ان يعني من اسباب فوز الاهلي بالدوري السنه دي هو ان وجود مارك كلاتنبرج في اول الموسم، وكان اول مره يبقى عندنا رئيس لجنه حكام محترم يعني. ده عن مباراه بيراميدز. طبعا بعد المباراه كلنا شفنا اللي حصل ما بين الشحات والشيبي، وضرب الشحات للشيبي بالقلم في موقف طبعا مرفوض من كل اي بني ادم يعني. عموما لازم يرفض الموقف ده، ان انت ما ينفعش تضرب واحد بالقلم يعني ايا كان. طبعا كان قرار سريع جدا من الاهلي في لحظتها. يمكن او قبل قرار الاهلي كمان كان هو نفسه حسين الشحات راح اعتذر للشيبي بالموقف اللي عمله ده. كان اول موقف. تاني موقف كان سيد عبد الحفيظ ان هو غرامه 300,000. بعد كده طبعا كان محمود الخطيب اعلن النهارده مجلس اداره الاهلي بان العقوبه هتبقى 500,000 جنيه. للاسف طبعا بعد المباراه، ورغم ان الشيبي يمكن اتصالح مع الشحات وباسوا بعض والموضوع خلص، وهاني سعيد نفسه كلم محمد الشحات وكانوا بيضحكوا عادي جدا، وهو اللي راح هاني سعيد راح للشحات وكلمه وقال له تعالى ونصفي الموضوع وتعالى سلم عليه يعني. لانها بعد الماتش طبعا واضح ان جات التعليمات. زي ما احنا عارفين نادي بيراميدز هو في الاساس نادي
يعني مش عايزين نقول نادي مخابراتي يعني في الاساس، هو يعني نشأة نادي بيراميدز، الخلفيه اللي نشأ بيها في وجود تركي آل الشيخ. طبعا تركي آل الشيخ الراجل اللي هو كان جاي اساسا الفكره في انه يمكن زي ما قلنا بعد ثوره يناير كان واضح ان قوه مصر في الشباب، فكان لازم يسيطر على الشباب ده، وانت هتسيطر على الشباب دي اكتر من الاهلي، يعني اكبر عدد من الشباب موجود في النادي الاهلي. فكانت فكره تركي آل الشيخ ان هو يبقى الرئيس الشرفي للاهلي بحيث ان هو يسيطر على الشباب في الاهلي. طبعا بعد ما حصل طرده يعني من محمود الخطيب، وبدا بقى اتقلب على الاهلي، وبعد كده عمل النادي اللي هو نادي بيراميدز للسيطره على الاهلي او لاسقاط الخطيب عشان يقدر يسيطر على الاهلي بعد كده. والحمد لله هو فشل من فشل لفشل من فشل لفشل. لكن طبعا ما بيصدقوا يعني ان هم يلاقوا اي حاجه زي ما كده، مثلا موقف زي النهارده او موقف بعد الماتش ده، لقوا فرصه ان هو يمسكوا في اي حاجه عشان خاطر الشحات يتوقف. طبعا يمكن يعني لجنه المسابقات اصدرت قرار سريع جدا، يعني ما بنشوفوش مع اي حد تاني، وقررت ايقاف الشحات مباراتين. طبعا بداوا بقى هاني سعيد اللي هو نفسه كان جايب الشحات، لانه طلع بعد كده ويقول لك لا واحنا مش هنسكت واحنا هنشتكي لجنه الانضباط، وبعد ما طلع العقوبه ما عجبهمش وقال لك لا احنا لازم نشتكي لجنه الانضباط ولازم العقوبه تكبر. وللاسف الشديد طبعا مندوب الزمالك في اتحاد الكوره الاخ حازم ملوخيه طلع قال لك العقوبه قليله. ثروت سويلم برضو بتاع المستشار عايز بطوله طلع قال لك ان لازم يجيب الحكم، المستشار عايز بطوله لازم يجيب الحكم اللي يحبه. طلع برضو نفس الكلام، قال ان العقوبه قليله. معرفش ازاي واحد في الرابطه بيقول ان العقوبه قليله وبينتقد قراره هو نفسه، يعني اللي هو طبعا طبيعي هو تبع الرابطه اللي طلعت القرار ده، تمثل في لجنه المسابقات. وبرضه واحد تاني في اتحاد الكوره بيقول مش عاجبه القرار يعني. عموما الموضوع اتحول تاني لجنه الانضباط في خطا لائحي، يعني ان المفروض لما لجنه الاستئناف لجنه المسابقات بتطلع بتطلع قرار قصدي، ما يقدرش الاستئناف التظلمات تنظر لها او الانضباط ما يقدرش تنظر لها. الحاجه الوحيده انها بتروح بعد كده لجنه الاستئناف وتشوف اذا كانت يعني هو ممكن بيراميدز يشتكوا، فتروح لجنه الاستئناف او التظلمات يعني، او تروح الاستئناف بعد كده. فالاستئناف يشوفوا هيلاقوا ان العقوبه اللي اتخذت حسب اللائحه وخلاص على كده يعني. لكن عموما هنشوف في الايام اللي جايه هتحصل لنا، ما اعتقدش ان الاهلي هيسكت يعني. لكن الاهم من كده ان احنا زي ما شفنا اللي سخن الموضوع كالاجواء كالعادي طبعا اله الفتنه فطوطه طلع اول واحد بدا يتكلم، هو رغم ان هو ما هوش طرف يعني في الموضوع. ايضا كتكوت نفس الكلام. لكن كانت اجمل حاجه واللي كانت اقوى من صفعه حسين الشحات كانت طبعا صفحه الشحات ليهم، مش هنتكلم الشيء اللي احنا قلنا ان دي مرفوضه يعني. كانت صفحه الشحات لكتكوت والفطوطه بالهدفين اللي جابهم في الزمالك، وده طبعا اللي كان مضايقهم يعني، ما هياش قصه الشيبي. للاسف اتحولت بعد كده، بداوا يحولوها منها مصر والمغرب يعني. فكانت الصفعه والالم اللي كان اقوى من الم الشحات على قفا كتكوت وفطوطه كان بعدها بيومين بس من رضا سليم، اللاعب المغربي الموهبه المغربيه الصاعده يعني بسرعه الصاروخ، لاعب الجيش الملكي، انه بيمضي للاهلي لاعب مغربي رغم بعد اللي حصل بيمضي للاهلي. ومن مين؟ من الجيش الملكي، نفس النادي اللي كان بيلعب فيه محمد الشيبي. اعتقد دي كانت ضربه يعني صفعه اقوى من صفعه حسين الشحات. وطبعا برضو يعني يمكن كتير جدا زي ما شفنا في الفتره دي من الاعلام المغربي الناس ردوا على الزمالك وقال لك ان هم معروف ان الزملكاويه دايما بيحاولوا يعملوا فتنه، ويا ريت تبقوا رجاله يعني ما تعملوش زي الستات. دي كانت اقوى صفعه يعني. طبعا الاهلي ذكر رضا سليم طبعا من صفقه رائعه للاهلي، زي ما احنا قلنا ان في صفقات جايه للاهلي وكانت بدايتها امام عاشور، دي ثاني صفقه وثاني ضربه توجع الاعلام المغربي اعلام الزمالك. رضا سليم ان شاء الله في صفقات جايه ثانيه، سواء المهاجم الاجنبي اللي جاي او في كلام عن باك شمال تحت السن
او المساك لو الاهلي احتاج لمساك. ان شاء الله في صفقات جديده، وان شاء الله الاهلي هيبقى في حته تانية يعني باذن الله بالصفقات المنتظره الاهلي باذن الله. اعتقد ده كان اهم مكان في الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.